السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة حلقة خاصة جدا أحكي لك فيها عن واحد تسبب في موت أكتر من 50 مليون إنسان. أهلا بيكم، أنا أحمد حسن ودي قناة معلومة على الماشي، والحلقة دي هنتكلم عن جنكيز خان. وقبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. النهاردة هحكي لك عن جنكيز خان وازاي قدر يحكم أكبر إمبراطورية متصلة الأراضي في التاريخ، وهل فعلا زي ما قال عليه بعض الناس إنه طيب وحاكم عادل ولا ده مش صحيح؟ خليك معايا وأحكي لك الحكاية. بيقول المؤرخ الإسلامي الشهير ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ لسنة 617 هجرية، واللي بيوصف الأحداث اللي حصلت بأنها مرعبة ومخيفة، وقال: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اللي حصل وقتها كان فعلا مرعب ومخيف. ابن الأثير كان بيشرح خروج المغول من أرضهم ودخولهم لعالم الإسلام، ووصف المجازر اللي عملوها في أراضي الإسلام والمسلمين، وكان بيقول دي أكبر كارثة ممكن تواجه الحضارة الإسلامية في أي عصر. مش بس كده، ابن الأثير ذكر أيضا في كتابه إن مفيش كارثة أكبر من المغول على أراضي الإسلام حصلت أو هتحصل إلا يأجوج ومأجوج. وبالنسبة للحادثة اللي كان بيتكلم عنها ابن الأثير سنة 617 هجرية، فهي مجزرة مدينة سمرقند لما انتصر جيش جنكيز خان على جيش المسلمين واللي كان بيحمي المدينة وقتها، ودخلوا المدينة وقتلوا الرجال واستعبدوا النساء وأسروا الأطفال وضموهم للجيش المغولي، وخربوا البلد وسرقوا الأموال والممتلكات. وبعد كده ما اكتفوش، لا دول حرقوا المدينة بأكملها. قبل مدينة سمرقند كانت مدينة بخارى بتستسلم وبتفتح أبوابها للمغول للدخول للمدينة بدون مقاومة، لأنهم عارفين إنهم مش هيقدروا يتصدوا لجنكيز خان، إلا إن ده ما كانش كافي للنجاة من سيوف المغول اللي قتلوا وأبادوا سكان المدينة كلهم. المدينة شبه أبيدت بالكامل، وده كان معناه إن الاستسلام مش حل للنجاة من المغول ولا المقاومة حل. علشان كده وصف ابن الأثير إنهم كارثة ما حصلتش ولا هتحصل في التاريخ، لدرجة إنه قال الأجنة في بطون أمهاتهم ما كانتش بتنجو من المغول. جنكيز خان كان بيبرر اللي بيعمله بخطبته الشهيرة في أي مدينة بيدخلها وبيقتل سكانها: إنني نقمة الله في الأرض، فإن لم تكونوا مجرمين فإن الله ما كان ليعاقبكم. تعال نرجع بالزمن لورا ونبدأ من النقطة الصح، على سفوح جبل اسمه براخان خلدون في منغوليا في آسيا الوسطى. أرجح الأقوال حكايتنا بتبدأ عام 1162 ميلادية. اتولد طفل لقائد ومحارب اسمه يوسوغي، واللي كان غائب لأنه كان بيحارب التتار. في المعركة دي أبو الطفل انتصر على التتار وقتل زعيم من زعمائهم وكان اسمه تيموجين. لما رجع الأب المنتصر وشاف ابنه الجديد راح مسميه على اسم الزعيم المقتول تيموجين، واللي هياخد لقب خان بعد كده ويبقى اسمه جنكيز خان. المهم انت هتسألني دلوقتي وتقولي ازاي أبوه كان بيحارب التتار؟ هو مش المغول هم التتار؟ لا، مش حاجة واحدة. التتار والمغول هما شعبين من الشعوب الرحال اللي كانت بتعيش في السهول المنغولية في شرق آسيا، اللي هيبقوا حاجة واحدة ضد المسلمين وغزو العالم بعد ما جنكيز خان هيوحد الشعبين تحت راية واحدة. كلمة تتار في العام كانت بتطلق على أي حد بيعيش في أوساط آسيا، وده اللي خلى كتير من الكتاب زي ابن الأثير يوصف المغول بأنهم تتار. إزاي قدر تيموجين اللي هو جنكيز خان يوحد قبائل المغول والتتار ويخليهم تحت راية جيش واحد؟ خليك معايا وهحكي لك ازاي قدر يعمل كده. ابوه قبل ما يموت كان بيسيطر على اتحاد قبائل مغولية اسمها خاماق المغول، وده كان اتحاد قبائل شبيه بالدول، وما كانش اتحاد عادي، ده كان فيه قوانين واحكام تحت راية حاكم واحد يشبه الدولة. وكانت عائلة تيموجين بتعاني من عدم الاستقرار لسنوات طويلة لحد ما كبر تيموجين واستعان تيموجين بصديق عمره جاموقا، واللي كان اخوه بالدم وهم صغيرين، وقدروا هما الاتنين يهزموا عرقية الماركيت اللي كانت برضه عايشة في منغوليا. كتير من الاحداث والنزاعات بين الاسلاف اصبح تيموجين حاكم على قبيلته واسمها بورجيل، اما جاموقا صاحبه واللي اصبح حاكم على قبيلته اللي هي قبيلة الجدران.
بعدها واللي هيحصل في السنين بين 1186 و 1196 ميلادية مفيش مصدر قدر يحدد ايه اللي حصل بالتفصيل في حياة جنكيز خان، وفي تضارب كتير في الأحداث في الوقت دوت. أما اللي حصل سنة 1200 كان غريب جدا، وهو إن جاموقا حليف تيموجين كان بيحاربه وحصل خلاف كبير بينهم، وحتى صاحب أبوه طرغل كان بيحاربه، وتحس كده إن الدنيا قلبت عليه. وبتنتهي الحروب دي كلها والتحالفات الهشة في الآخر بانتصار تيموجين وتوحيد السهول المنغولية والناس اللي عايشين عليها تحت قيادة زعيم واحد لأول مرة، وهو تيموجين سنة 1206. وهنا أخذ لقب جنكيز خان، وده الاسم اللي اختلف كتير من المؤرخين في تحديد معناه. منهم اللي قال إن معناه ملك الملوك، ومنهم اللي قال إن معناه ملك الأرض، لكن الأرجح إن معناه ملك البحر. وده اسم غريب شوية، لكن السبب لأنهم كانوا بيتطلعوا للوصول بحكمهم للبحر، لأن منغوليا كانت دولة حبيسة ما فيهاش بحور، وده هيتحقق فعلا لما توصل حدود الإمبراطورية المغولية من ساحل المحيط الهادي لحد بحر قزوين في أرمينيا وأذربيجان. وده كله حصل في خلال 21 سنة بس. حتى بعد وفاته هيتوسع أحفاده وأبنائه لتصبح الإمبراطورية المغولية أكبر إمبراطورية شهدها التاريخ كله. هقولك دلوقتي إزاي قدر جنكيز خان يوحد قبائل منغوليا ويخليها أكبر إمبراطورية في التاريخ. وكان ليه طريقتين. الطريقة الأولى المساواة، واللي هي حكم الكفاءة، وده معناه إن قادة الجيش بتوعه مش لازم يكونوا من أسر نبيلة وليهم مكانة في المجتمع. أي حد مهما كان فقير ممكن يكون قائد، وممكن يكون مقرب جدا من جنكيز خان. الكفاءة والإخلاص هما المعيار عند جنكيز خان، والطريقة دي خلت كتير من الناس تدين بالولاء والطاعة للخان. أما الطريقة التانية والمهمة جدا هي اهتمامه الشديد بالاستخبارات. جنكيز خان كان قبل ما يحارب حد كان بيتجسس عليه ويجمع معلومات عن طبيعة الأرض والطقس عشان يحط خطة محكمة ما تخرش المية، وبعد كده هيظهر طرق تانية ساعدت الخان العظيم في توسيع حدوده. في الوقت ده الصين كانت عبارة عن مملكتين، الأولى شايا الغربية والتانية مملكة جين. كانت ممالك الصين بتشوف ان المغول دول عبيد ورعاة ولازم يفضلوا متفرقين، وكانوا على حروب دائمة مع جنكيز خان من ساعة ما وحد منغوليا. طبعا جنكيز خان كعادته ما استناش وهجم على مملكة شايا الغربية في الصين، واللي كانت أضعف من مملكة جين، وبدأ في حصار المدن الصينية واحدة تلو الأخرى لحد ما أسقط مملكة شايا كلها. وبعدها هجم على مملكة جين وقضى عليها في وقت بسيط، وأجبر إمبراطورها على الخروج من العاصمة بكين والهروب نحو الجنوب. استخدم جنكيز خان أسلوب مميز في السيطرة على المدن الصينية الحصينة. أولا كان بيتم أسر المهندسين الصينيين لصنع أدوات تكسير وعبور الأسوار الحصينة زي المجانيق وأبراق التسلق، وتحويل مسرى المياه لتعطيش السكان وغيرها من الأساليب. تاني حاجة استخدم ضدهم الحرب النفسية. أي مدينة كانت بتقف قدامه وتقاوم كان بعد ما يخشها بيرتكب أبشع الجرائم والمذابح والتعذيب، وده عشان يكونوا عبرة لغيرهم من المدن الأخرى واللي كانت بتقع واحدة ورا التانية. في أثناء حربه في الصين كان فيها رقية اسمها القراخطائية، واللي كانت في سهول منغوليا بتحاول تسيطر على الحكم. جنكيز خان وكالعادة أرسل لهم جنرال شاب من جيشه اسمه جيبي ومعاه 20,000 محارب، واللي قدر يسقط الدولة بأكملها في سنتين بس. هنا بتظهر لينا استراتيجية جديدة، وهي إن جنكيز خان كان بيثق جدا في قرارات القادة بتوعه وبيديهم امتياز اتخاذ قرار كبير زي الحروب. ودي كانت النقطة الأساسية والعمود الفقري لانطلاق الإمبراطورية المغولية وتوسعاتها السريعة، لأنه كان من المستحيل إنه يتوسع وهو بيدير كل معركة بنفسه، خصوصا في الأماكن البعيدة. فكان من العادي جدا إن القادة تاخد قرارات من غير ما ترجع له. في الوقت اللي كانت الأمور مستقرة بالنسبة لجنكيز خان كان بيهتم بالتجارة مع الدول اللي حواليه. جهز جنكيز خان قافلة محملة بالذهب والفضة والأقمشة، وكانت مكونة من 500 تاجر، وأرسلها إلى الدولة الخوارزمية المسلمة للتجارة هناك. الدولة الخوارزمية في الوقت ده واللي كان بيحكمها السلطان علاء الدين محمد خوارزمي شاه كانت مقصد لكتير من التجار والرحالة في العالم. ولكن مع الأسف بعد وصول التجار المغول مدينة أترار وهي مدينة في خوارزم، قام راجل اسمه أنال جق بقتل كل التجار اللي جنكيز خان بعتهم، وسرق ممتلكاتهم من ذهب وفضة وأقمشة. ويقال إن السلطان علاء الدين محمد كان على علم بالحادثة، لأن أنال جق ده يبقى جوز عمته، وكان شاكك إن جنكيز خان بعت جواسيس لبلاد الإسلام.
أنالجاك ده هيتسبب باللي عمله ده في قتل أكتر من 40 مليون إنسان، وهتبدأ الكارثة. نرجع لمرجوعنا. بعد وصول الأخبار لجنكيز خان بقتل تجاره وسرقة ممتلكاتهم، قام جنكيز خان بإرسال 3 مندوبين للسلطان علاء، منهم واحد مسلم. المندوبين كانوا رايحين يعرضوا طلبات الخان واللي بتنص على استرجاع الممتلكات المسروقة واستمرار التجارة بين البلدين. حس السلطان علاء الدين بالتهديد من قبل المغول، فقام بحلق رؤوس المندوبين وقتل المندوب المسلم، وأرسل لجنكيز خان رأس المندوب المسلم. شعر جنكيز خان في الوقت ده بإهانة شديدة، واللي خلته يتخذ قرار الهجوم على خوارزم والانتقام من كل المسلمين. جيش جنكيز خان جيش بقيادته شخصيا، وعين ابنه أقطاي مكانه في الحكم، واتجه إلى خوارزم. في هجوم جنكيز خان على خوارزم قسم جيشه ل3 أجزاء، جزء هيهجم من الشمال وجزء من الجنوب، والجزء الثالث بقيادته هو شخصيا اتجه إلى أترار في خوارزم. ودخل جنكيز خان مدينة أترار بسهولة ونكل بكل أهلها، وقتل أنالجاك وقتله بصب الفضة المسحورة في ودنه وعينه. السلطان علاء الدين محمد في الوقت ده ارتكب غلطة كبيرة، وهي انه قسم جيشه عدة اقسام لحماية كل المدن في وقت واحد، وممكن لو كان وحد جيشه كان قدر ساعتها يوقف الاجتياح ده. طمع جنكيز خان في خوارزم كلها، وبالفعل دخل بخارى وارتكب في سمرقند الفظائع اللي حكينا عنها في الاول. قام بأسر النساء وقتل الرجال وتجنيد الشباب وارسال الحرفيين والمهندسين الى منغوليا، وده للاستفادة من مهارتهم بتطوير الدولة. كل ده حصل في كل مدينة ما عدا مدينة نيسابور، واللي اتقتل فيها جوز بنته، واللي أمرت بنته ساعتها بالإبادة الجماعية لكل مدينة نيسابور. وتم التنكيل بسكان نيسابور وتجميع رؤوسهم وتشكيل أهرامات من رؤوس البشر، واللي كان بيمثل نصب تذكاري لمعرفة غضب الخان وقدرته على الانتقام. وفي النهاية وصل لعاصمة خوارزم شاه، واللي هرب منها السلطان وصولا لبحر قزوين ومات هناك. وتحقق انتقام جنكيز خان بالقضاء على الامبراطورية الخوارزمية كلها. وبعدها رجع جنكيز خان للصين، فلقى تمرد كبير هناك، فقام بارتكاب المجازر الجماعية والقضاء على المتمردين. وبعدها وفي سنة 1227 مات جنكيز خان عن عمر 65 سنة. بعد سقوط الإمبراطورية الخوارزمية في إيد المغول وثروتها، اتفتحت شهية المغول للتوسع وامتلاك آسيا وأوروبا كلها. واكتشف المغول إن مفيش قوة أو جيش تقدر توقفهم، وإنهم القوة الوحيدة في الوقت ده اللي تقدر تحكم العالم كله بالفعل، واللي وصلت من شرق الصين وسواحل المحيط الهادي لحد الحدود المصرية غربا. نجاح الإمبراطورية المغولية ما كانش بس قايم على براعتهم في تشكيل خطوط الإمداد والتخطيط العسكري، إنما كمان كان قايم على القوانين والتشريعات اللي أسسها جنكيز خان. وكمان المجتمع المغولي كان بيحافظ على حقوق الصغير قبل الكبير، وكان بيحفظ للمرأة دورها ومكانتها في المجتمع. المجتمع المغولي ما كانش بيتكلف بالألقاب، كل واحد باسمه بدون ألقاب أو تعظيم. وكان كمان بيحافظ على الحرية الدينية، لأنه كان بيضم كتير من الأجناس والعرقيات. كل الأمور دي واللي أسس لها جنكيز خان كانت سبب في إنشاء أكبر إمبراطورية متصلة عرفها التاريخ. أنت إيه رأيك في تصرفات الدولة الخوارزمية؟ اكتب لنا في التعليقات لو ما كانوش جاروا شكل جنكيز خان كان ايه اللي ممكن يحصل. اتمنى لو عجبتك الحلقة لايك للفيديو، ولو اول مرة تشوفنا اعمل سبسكرايب علشان يوصلك جديدنا اول باول. سلام.